السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع، أهلا وسهلا بيكم يا أبطال. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات سلاح التلميذ على الدرسين الثالث والرابع، صفحة 133 134 من كتاب سلاح التلميذ علوم سنة رابعة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات، وبنحل مع بعض الكتب المدرسية والتقييمات الأسبوعية. إن شاء الله تستفادوا معنا كتير جدا. يلا بينا ونقول بسم الله. السؤال الأول صح وخطأ. بذل شغل على جسم ما بيتطلب التأثير عليه بقوة صح. يتوقف الجسم المتحرك عند تأثره بعدة قوى غير متزنة بتعمل في عكس اتجاه حركته، هتقول له صح. عند دفعك لحائط وانت بتزق حيطة كده فإنك بتبذل شغل، هتقول له لا خطأ. توجد قوة احتكاك بين إطارات السيارة والطريق، هتقول له صح. هنا بيقول لك اختر. عند دفع صندوق على الارض جهه اليمين بتكون قوه الاحتكاك المؤثره عليه في اتجاه اليسار. اي مما يلي بيحدث عند التاثير على جسم ساكن بقوه متزنه، هتقول له بيظل ساكنا. زياده قوه الدفع المؤثره على جسم بتتسبب في زياده سرعته. أكمل. تتسبب قوى الاحتكاك في تقليل سرعة الأجسام. بتقل سرعة الدراجة عند الضغط على الفرامل بفعل قوة الاحتكاك. كلما زادت قوة الدفع المؤثرة على الجسم هتزيد المسافة التي يقطعها. عندما يدفع شخص سيارة ويحركها مسافة فإنه يبذل شغلا. اكتب المصطلح العلمي. قوة بتنشأ بين سطحي متلامسين وبتكون في عكس اتجاه الحركة، دي قوى الاحتكاك. مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم مسافة من خلال القوى المؤثرة عليه، ده الشغل. ما المقصود بالطاقة؟ القدرة على بذل شغل. الطاقة هي ايه؟ هي القدرة على بذل شغل. علل. تتناقص سرعة السيارة تدريجيا عند نفاذ الوقود منها. كل ما الوقود ما بيقل في السيارة كل ما السرعة بتاعتها بتقل. ليه؟ هتقوله بسبب تأثير قوى الاحتكاك. بسبب تأثير قوى الاحتكاك. وضح نوع القوة التي يمكن التأثير بها على جسم متحرك ليظل متحركا بنفس سرعته، هتقول له قوة متزنة. قوة متزنة. لاحظ الشكلين المقابلين ثم أجب. حدد أي من العربتين بتحتاج لبذل شغل أكبر لتحريكها، دي ولا دي؟ هتقول له العربية رقم 2 يا شباب، لأن فيها طبعا منتجات أكتر فالحمل فيها أكتر، فدي بتحتاج بذل شغل أكتر. طيب ما القوة التي تسحب الأشياء الموجودة في العربة رقم 2؟ هتلاقي أسفل قوة الجاذبية. قوة الجاذبية. وقف الفيديو انقل إجابتك، كمل معايا. دي صفحة 133. يلا بينا يا شباب على صفحة 134. صفحة 134 صح وخطأ. بيتحرك الجسم إذا كانت القوى المؤثرة عليه غير متزنة صح. كلما زادت قوة الدفع المؤثرة على الجسم بتتحرك مسافة أقل خطأ. عندما تدفع سيارة ولا تحركها فإنك لا تبذل شغلا صح. اختر. بيقول لك قوى الاحتكاك بتعمل على تقليل سرعة السيارة. الدفع أو السحب ده نوع من القوى التي تؤثر على جسم ما وبتغير حالته. عند زيادة القوى المؤثرة على جسم في نفس اتجاه حركته هتزداد طبعا سرعته. أكمل مما بين القوسين. عندما يقوم حسام بركل الكرة في اتجاه المرمى فإنه بذلك بيعتبر مثال على قوة دفع. عند استخدام الفرامل تتوقف الدراجة بسبب قوة الاحتكاك. في لعبة شد الحبل إذا سحب كل فريق الحبل بقوة متساوية، طالما قال لك قوة متساوية يبقى هما الاتنين هيبقوا متوازنين، فإن القوة بتكون متزنة. اكتب المصطلح العلمي. قوة بتنشأ بين سطحي جسمين متلامسين وبتؤثر في اتجاه مضاد لحركة الجسم، دي قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك. المؤثر اللي بيغير الطاقة لتتمكن من بذل شغل القوة. القدرة على بذل شغل الطاقة. القوة على بذل شغل الطاقة. يبقى القوة اللي بتنشأ بين سطحي جسمين متلامسين وبتأثر في اتجاه مضاد لحركة الجسم قوة الاحتكاك. المؤثر اللي بيغير الطاقة لتتمكن من بذل شغل القوة. القدرة على بذل شغل الطاقة. ماذا يحدث عند تزويد الشاحنة بثلاث محركات نفاثة؟ هتقول له تتحرك بسرعة كبيرة. تتحرك بسرعة كبيرة. التأثير بقوة غير متزنة على جسم متحرك، هتقول له تتغير سرعته أو يتغير اتجاه حركته. تتغير سرعته أو تتغير اتجاه حركته. السؤال السادس يا شباب بيقول لك هنا أجب عن الأسئلة الآتية. حدد نوع القوة. متزنة أو غير متزنة. لما تيجي تدفع الحائط دون أن يتحرك دي قوة متزنة، طالما ما اتحركتش يبقى قوة متزنة. ما القوى التي تسبب حركة الأجسام؟ هتقول له قوى السحب والدفع. قوى السحب وقوى الدفع. خلاص يا أبطال.
كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. حلينا مع بعض صفحة 133 134 تدريبات الدرس الثالث والرابع. بالتوفيق والنجاح. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. مع السلامة.